هل الاهلي كسب صدفه؟ هل المدرب عمل حاجه تخلي الاهلي يفوز في البلس 90؟ ليه امام عاشور كان متاخر في الملعب؟ يعني ليه معظم ادواره كانت في مركز 6؟ خليك معايا لنهايه الفيديو، هنجاوب على كل الاسئله دي. اهلا بكم. ماتش بعنوان اهلي بلس 90 رجع بعد غياب. مباراه عصبيه. جمهور الاهلي هو بطل المشهد فيها من الدقيقه الاولى لحد بلس 90. جمهور بيشجع بقوه، بيحفز لعيبته، عمل كل حاجه ممكن يعملها عشان الفرقه تكسب. فوز الاهلي على سموحه مع تعادل بيراميدز مع المصري ولع الدوري. كل اسبوع الدنيا بتتغير زي ما انا قلت قبل كده، وكل فريق متشعلق في نقطه. مكسب النهارده يجي بعد 4 مباريات منهم 3 هزايم متتاليه، ابتداء من طلائع الجيش في الدوري، وراه ماتشين الترجي رايح جاي، والتعادل الاخير مع سيراميك. المهم بالنسبه للاهلي هو ال3 نقط، وده اللي حصل النهارده رغم البعد عن اي اداء مقنع. الاهلي مش عارف يعمل جمله في الملعب تخليك تحس ان الفرقه بتسجل وهتفوز. لعيبه الاهلي وجهازه الفني جابوا الماتش بصعوبه كبيره جدا. كل الكرات عرضيه عاليه في الهواء، بتعدي من البوكس تروح الناحيه الثانيه، يا اما تطلع بره، وكلها يا اما في راس مدافعين سموحه يا اما بره البوكس بتروح الناحيه الثانيه، ويبدا الاهلي ياخدها تاني ويستحوذ عليها ويلف الكوره. الشوط الاول الاهلي نزل سجل هدف من ضربه ثابته عن طريق منصه الرفع المتحركه بتاعت الاهلي زيزو على راس تريزيجيه هداف الدوري. طب طالما في حاجه بتعرف تعملها، ما تستخدمها وتستغلها وتجيب منها اهداف دايما. يعني الهدفين بتوع المباراه ديت جم من كوره متحركه باوفر وكوره ثابته. استغل الكوره الثابته. الاهلي للاسف طول الشوط الاول وخصوصا بعد ما احرز الهدف ساب سموحه يمسك الكوره ويتحكم فيها من غير اي ضغط. الاهلي كان سايب لعيبه سموحه تعمل هجمات مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه من الناحيه اليمين لسموحه اللي هي ناحيه الشمال ناحيه بالعمري، وفعلا سمو الامر استغل واحده بمهاره فرديه وجاب هدف رائع. نزل الاهلي الشوط الثاني فعلا بدا يمسك كوره وفضل مستحوذ على الكوره، ولكن بدون فعاليه. نقل الكوره من اليمين للشمال من ثبات، مفيش حركه. استمر مسلسل الكرات العرضيه اللي في الهواء. حد خد باله من حاجه؟ اللعيبه واقفه في مكانها وبتدور الكوره من غير ما تتحرك، واللي رامي نفسه في حضن الدفاع، واللي بيباصي ما بيتحركش وانه يروح يستلم تاني الكوره. تفضل الكوره تايهه كده في كل حته في الملعب، وبعدين ارفع يا جدع وزي ما تروح. انا لاحظت حاجه وده وداني الاستنتاج ان مفيش في الحصص التدريبيه بتاعت الاهلي طول الاسبوع مفيش تكتيك بالمعنى الحرفي. التعامل مع المساحات الضيقه بيبقى ازاي؟ طيب التعامل مع الفرق اللي بتعمل معاك لو بلوك او ميد بلوك عليك بيبقى ازاي؟ طيب انت بتطلع بالكوره ازاي؟ هتعمل عرضيات ولا هتعمل كروس باك؟ ومين اللي هيجي من نص ملعب عشان يقابل ويشوط الكوره او يستقبل العرضيات ديت، او حتى يستقبل العرضيات دي براسه؟ طب انت هتخترق الفرق اللي قصادك من الجبهه اليمين ولا من الجبهه الشمال ولا من عمق الملعب؟ انا شفت ده في مباراه النهارده، وكل مباراه بشوف دوت. فعشان كده بقول ان اللعيبه ما بتعملش تكتيك في التدريب بتاعها. مفيش فيديوهات، مفيش يعني الحاجات اللي بتحصل بعد كل مباراه مفروض بيقوم بيها الجهاز الفني مع اي فرقه في الدنيا بتعمل كده. بيبقى في حصه تكتيكيه في الملعب. اللقطة دي حسيت إن إحنا حاجزين ساعتين ماتش، والراجل ده جه متأخر من الشغل وانضم لينا. يعني طب هو بيتفائل مثلا بإنه يسلم على الفريق؟ طب ما كان لسه معاهم في أوضة اللبس، ولا هو ما كانش معاهم في أوضة اللبس أصلا؟ هو ليه تظبط الملعب في حتة وتلخبطه في حتة تانية؟ يعني ملهاش غير معنى واحد، إنك بتجرب. معقولة بعد الوقت ده كله أنت لسه بتجرب؟ اجيب ده هنا يمكن تمشي، لو جبت ده هناك كده وديته هناك ممكن يسجل، ممكن الخبط المركز ده مكان المركز ده، هتطلع قماش يعني. يعني النهارده استغربت الادوار امام عاشور من اول مباراه لحد الدقيقه 64 بيقوم بادوار مروان عطيه، بيتاخر في الملعب، هو اللي بيقطع في الكور وهو اللي بيعمل التحولات، او بمعنى اصح بينقل الكوره من الدفاع للهجوم. ومروان عطيه كان تايه بقى في الملعب لان هو بيلعب اصلا مكان امام عاشور، بيلعب 8 او متقدم عن امام عاشور. هنا انت ضربت مركز بمركز. يعني ماشي امام ممكن يلعب 6 لان هو ده ممكن يلعبه، لكن مروان ما بيلعبش 8، ما يعرفش يلعبها. انت كده قللت الخطوره الهجوميه لفريقك. مروان تاه في الملعب، وقعت المركز بتاعه، ووقعت الخطوره اللي كنت ممكن تعملها والمحاولات الهجوميه اللي كانت ممكن تحصل نتيجه امام عاشور. ويا ريت في التغييره دي لقيت نتيجه. الموضوع ما جابش اي نتيجه، بل بالعكس اثر على شكل الفرقه وادائها الهجومي. لكن على الرغم من ده كله في حاجه حلوه حصلت. ما ينفعش كل حاجه تبقى وحشه.
لازلت بقول زيزو في كورنر، في اي كرة ثابته، في اي رفعات بيعملها، بيلعب كرة مختلفة عن اي حد شفته في حياتي. بص الكورنر اللي اتعمل ده، كورة عامل زي الصاروخ الباليستي، بينزل من فوق على اللي جاي. كرة بتنزل من فوق، مش بالعرض. يعني شوف كده، زيزو ده كان عايز يجي في فترة مثلا ايام حسام حسن، ايمن شوقي، عماد متعب، فلافيو. عايز هيدر، عايز حد يلعب الراس. وعلى فكرة الاهلي في الموسم ده عامل 12 هدف تقريبا بالراس. من مين بقى اللي مدخل الاهداف؟ الكوره اللي بتترفع يا اما من محمد هاني يا اما من زيزو لتريزيجيه. طاهر محمد طاهر، انا متاكد ان طاهر واقف في مكان غير مكانه، وعمل دور غير دوره، لانه نازل اصلا يلعب جناح يمين، بس هو نزل في عمق الملعب لعله يخطف كوره، وده حصل من غير توجيه فني. جاب هدف غالي جدا جدا للنادي الاهلي. مبروك الاهلي وجماهيره، وهارد لك لاحمد عبد العزيز ولاعيبته ونادي سموحه على الاداء المتوازن. ده كان تحليل مباراه اليوم. لو عجبك التحليل رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.